السلام عليكم. المثل بيقول انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. بس هو ينفع برضه ان انا اخويا يزعلني فاروح اضرب الغريب؟ انا جنة عادل ودي سحلة نص الليل. بتكمل شهرزاد لشهريار ما كان من امر جودر المصري مع اخواته سالم وسلام. بعد ما الحقد والنفسنه اشتغلوا وملوا قلب الاخين بيروح الاتنين لرئيس بحر السويس. وانا شخصيا معرفش ايه رئيس بحر السويس ده، بس واضح كده ان ده الشخص المسؤول عن المينا والمراكب اللي في السويس في الوقت ده. المهم بيروحوا للراجل بيقولوا له احنا واقعين في عرضه، اخونا راجل سفيه واكل ورثنا ومضيع فلوسه على القمار وبيجيب لنا نسوان في قلب الشقه وفضحنا في كل حته، ولو تقدر تخلصنا منه نكون متشكرين جدا. الراجل بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. طب لا انا ممكن اخلصكم منه على فكره وابعته يشتغل في بحر السويس، ايه رايكم اشتريه وادفع لكم فيه 40 دينار؟ فالاخين بيقولوا له ده حتى يبقى كتير عليه، حلال عليك. وبيتفق سالم مع رئيس بحر السويس ان هو يجيب 2 من المراكبيه ويتعشوا عنده في البيت الليله دي، وان وقت العشاء هيحط منوم لجودر في الاكل علشان المراكبيه يشحنوه على السويس من غير شوشره. وبيروح سالم لجودر وبيعمل عليه فيلم كده. بقول لك ايه يا اخويا، انا ليا واحد صاحبي و2 اخواته الراجل افضله عليا، كل مره هو اللي بيعزمني وانا عايز اعزمه مره من نفسي، بس اديك شايف العين بصيره والايد حصيره، لو ينفع اجيبهم عندنا هنا في البيت وانت تضيفهم. فجودر المسكين بتخش عليه اللعبه، سالم عيب عليك احنا اهل، خليه يجي وانا ضيفه هو وبلده كلها. وفي الليل بيجي ضيوف الندامه وبيتعشوا مع جودر واخواته، ويا دوب جودر بيخلص الاكل بيكون تاثير المنوم ابتدى يشتغل. وبيصحى جودر تاني يوم يلاقي نفسه متسلسل ومطلوب منه يشتغل مع المراكبيه في البحر باكله ونومته زيه زي العبيد. وبدل ما يحاول يهرب ولا يشرح موقفه لاي حد، سلم جودر امره لله وقعد يشتغل في المراكب سنه. تفهمش ده بقى ندم ولا منطفي ولا فاقد الشغف ولا ايه مشكلته بالظبط. بعد سنه بيطلع مع المراكبيه في احدى الرحلات، البحر بيقلب مره واحده والمركب بتتدغدغ مليون حته وبيموت كل البحاره وما بيفضلش منهم غير جودر. بيفضل الموج يوديه ويجيبه لحد ما في الاخر بيرسى بيه على حته في شاطئ البحر الاحمر من ناحيه السعوديه كده. وبيقابلوه جماعه من الاعراب، انت مين يا ابني وايه اللي عامل فيك كده؟ بيقول لهم انا كنت مراكبي والمركب بتاعتي غرقت وكل البحاره اللي معايا ماتوا وما فاضلش غيري. فبيهنيه الاعراب على سلامته. وواحد من الاعراب بيصعب عليه جودر فبيقول له بقول لك ايه، انا تاجر وليا تجارتي في جده، تيجي تشتغل معايا؟ فجودر بيوافق وبيروح يشتغل عند التاجر السعودي لمده سنه كمان. وفي نهايه السنه وفي موسم الحج بيقرر التاجر ان هو يطلع يحج وياخد جودر معاه. وهم بيطوفوا بالكعبه يشوفوا مين؟ الشيخ عبد السلام. ياه يا عبد السلام، انت فين يا راجل؟ عاش من شايفك. سبحان اللي بيجمع الناس من غير ميعاد يا اخي. ازيك يا جودر وازاي اخبارك؟ والله يا شيخ عبد السلام انا احوالي ما تسرش. وبيحكي له جودر على كل اللي حصل من اخواته. خص على الاخوه والمعروف، ما تزعلش نفسك يا جودر. وبياخدوا معاه الشيخ عبد السلام وبيلبسوا لبس بشواتي كده وبيفتح له تحت الرمل علشان يشوف اخواته في انهي داهيه دلوقتي. واللي جودر ما كانش يعرفه ان اخواته بعد ما هو اتشحن على السويس راحوا عملوا الحاجه الوحيده اللي بيعرفوا يعملوها، ضربوا امهم وسرقوها وخدوا خرج الجواهر وخرج الذهب والخرج المسحور. وفي ليله من الليالي وزي اي 2 حراميه خايبين ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتقسموا. قعد ال2 يتخانقوا مين فيهم هياخد الخرج المسحور اللي بيطلع الاكل لوحده ده. فسمعهم واحد من بصاصين الملك وراح حكى للملك على كل حاجه. وتاني يوم كان الملك بعت رجالته يقبضوا عليهم ويصادروا كل ممتلكاتهم، من ضمنها خرج الذهب وخرج الجواهر والخرج المسحور. واتحكم على ال2 يترموا في السجن ويتعذبوا اشد العذاب. جودر المسكين اول ما سمع اللي حصل لاخواته قلبه رقلهم تاني. وبصراحه يا جماعه انا في المرحله دي مش فاهمه شخصيه جودر خالص، لو حد فاهم حاجه يفهمني. فساله الشيخ عبد السلام انت عايز تعمل ايه دلوقتي يا جودر؟ قال له بصراحه انا عايز اخلص مناسك الحج واروح لامي. تعرف تروحني يا شيخ عبد السلام؟ انت تاني يا ابني، ده احنا دافنينه سوا، ده احنا كنا بنسخر جنة مع بعض، اكيد اعرف يا جودر. بيخلص جودر والشيخ عبد السلام مناسك الحج وبيروح جودر للتاجر اللي كان شغال عنده الراجل بتاع جده ده، بيسلم عليه وبيقول له انا خلاص هرجع بلدنا. وبيرجع للشيخ عبد السلام بيته وبيقول له انا جاهز ارجع مصر، اتفضل يلا حولني. فدعك الشيخ عبد السلام خاتم في صباعه اللي كان طلعه من كنز الملك الشمردل، واذ بمارد من الجان بيطلع من الخاتم. معرفكم يا جماعه ده جودر هيبقى سيدك الجديد، ده الرعد القاصف الجني بتاع الخاتم. لما تعوز حاجه ادعك الخاتم وهو هيعمل لك اللي نفسك فيه. اهلا وسهلا يا جودر، اهلا وسهلا يا استاذ قاصف، عايز تعمل ايه يا جودر دلوقتي؟ انا عايزك ترجعني بلدنا. وفي لحظه بيشيلوا الجني ويطير بيه وينزلوا في حوش بيت امه. بيوصل جودر بيلاقي مامته بتعمل الحاجه الوحيده اللي هي بتعرف تعملها، قاعده تعيط وتندب على بختها. وبعد الاحضان والسلامات وشفت اللي جرالي يا جودر وشفت اخواتك عملوا ايه وعيالك دول منهم لله ياما، بيقول لها خلاص ما تزعليش انا هوريكي انا هتصرف ازاي. وبيدعك جودر الخاتم وبيطلع منه الجني، واول ما بيطلع شبيك لبيك عبدك وملك ايديك، انا عايزك تجيب لي اخواتي من سجون الملك شمس الدوله دلوقتي حالا. بيضرب الجني الارض برجله فبتنشق وبيغطس وبيقبوا معاه الاخين سالم وسلامه، والاتنين ميتين من الرعب ومش فاهمين اي حاجه ومش عارفين جودر ناوي يعمل فيهم ايه. ده المره دي راجع لهم بجني، هينتقم بقى ويفش غلنا كلنا؟ ولا
الهوا. سالم وسلامه بيتمسكنوا عليه وبياكلوه بكلمتين، واخونا حبيبنا والمسامح كريم، ودي كانت ساعه شيطان. وجودر بيقرر ان هو يسامحهم، انتوا عملتوا معايا زي ما اخوات سيدنا يوسف عملوا معاه، وانا زي ما سيدنا يوسف سامح اخواته هسامحكم. اللي هو جودر واضح انك فاهم قصه سيدنا يوسف غلط. دعك جودر الخاتم تاني فطلع له الجني: شبيك لبيك عبدك ومن ايديك خير، عايزك تجيب لي كل الاموال اللي موجوده في خزنه الملك شمس الدوله، ادبا ليه على انه سرق اخواتي وحبسهم، وتجيب لي الخرج المسحور اللي هو سرقه، وتجيب لي خرج الذهب وخرج الجواهر، وعايزك تبني لي قصر ما اتبناش زيه على الارض قبل كده، وتفرشه لي بفرش ما حصلش زيه قبل كده، وتجيب لي 40 عبد و40 مملوك و40 جاريه، ومجوهرات بقى وذخائر وهدوم جديده. بص روق علينا. وتنشق الارض تبلع الجني ويظهر مره تانية بكل ما في خزانه الملك شمس الدوله من اموال ومجوهرات، والخرج المسحور وخرج الذهب وخرج المجوهرات. وبيختفي الجني تاني وبينده اعوانه، ومسافه سواد الليل بيبني مكان بيت جودر وامه المتواضع قصر كبير مفيش زيه في الزينه ولا في البنيان، وبيجيب لجودر ال40 جاريه وال40 عبد وال40 مملوك، وبيبدا جودر وامه واخواته صفحه جديده تماما. بيعيش هو وهي في جناح من اجنحه القصر، وبيحط سالم في جناح وسلامه في جناح، الاثنين دول ما يقعدوش جنب بعض في حصتي، وبتبدا الدنيا تزهزه معاهم. وهناك على الجانب الاخر من المدينه بيروح امين خزاين الملك علشان يفتح الخزنه الصبح ويرش ميه ويشوف ورانا ايه، بيلاقي الخزنه فاضيه، كل شيء راح وانقضى. فالراجل المسكين بيطب يقع من طوله، وبعد ما يفوقوه بيطلب امين الخزنه ميتنج مستعجل مع الملك، وتاخد الحكايه منعطف تاني خالص نعرفه السحله الجايه وعلينا خير. المهم دلوقتي خلينا نرجع للكلام اللي ابتدينا بيه السحله والموقف جودر. من اول الحكايه واضح جدا ان جودر مش الشخص اللي هينتقم لنفسه ويحقق العداله بايده ويجيب حقه بدراعه. اخواته من اول القصه وهم بيمرمطوه بشتى الطرق، سرقوه وضربوا امه وباعوها عبد، وهو في كل مره بيقول المسامح كريم. بس المره دي واضح ان في حاجه اتغيرت في شخصيه جودر، وواضح كمان ان التغيير ده ما كانش في الاتجاه المظبوط. في ظاهره في علم النفس اسمها الانجر ديسبليسمنت او ازاحه الغضب. ازاحه الغضب باختصار انك تبقى غضبان من حد بس مش عارف تعبر عن غضبك على الشخص ده، سواء علشان خايف منه او ليه سلطه عليك، او حتى خايف على زعله ومش عارف تخسره، فتزيح غضبك على شخص تاني ملوش اي دعوه بالموضوع. المثال الكلاسيكي الراجل اللي مديره بيتخانق معاه وما بيعرفش ياخد معاه لا حق ولا باطل، فبيروح البيت يشخط في مراته وعياله ويفش غله فيهم. زي ما بنقول كده ما قدرش على الحمار قدر على البردعه. وطبعا مش محتاجين نقول ان ازاحه الغضب مش حاجه صحيه، من ناحيه هي بتبوظ علاقتنا بالشخص اللي بنفش غلنا فيه ده. لو خد موقف علاقتنا بيه هتتوتر، ولو سامحنا مره مش هيسامحنا التانيه، ولو فضل يسامحنا على طول فبشكل ما ده هيخلينا نفقد احترامنا ليه مع الوقت. ومن ناحيه تانيه ازاحه الغضب بتبوظ علاقتنا بنفسنا، لان في جزء جوانا بيفضل صاحي ومنتبه لفكره ان احنا بنفش غلنا في الشخص الغلط، وان في حد ما اساء لينا وتسبب في غضبنا واحنا معرفناش نجيب حقنا منه فاستقوينا على حد تاني. فحتى لو شحنه الغضب اللي جوانا دي خرجت بيفضل جوانا حاجه مش مرتاحه، وبنفضل حاسين ان احنا ظالمين ومظلومين في نفس الوقت. انتوا رايكم ايه؟ تفتكروا هل جودر فعلا كان غضبان لاخواته وعايز يجيب حقهم من ملك مصر، ولا غضبان منهم وبيفش غله في الملك؟ قولوا لي في الكومنتس رايكم ايه. لو عجبتكم السحله دي لايك، شيروا وسحلوا اصحابكم، والمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.